انت بتقول ايه يا عمي؟ يعني ايه عايز تتجوزني؟ ده انا يعتبر بنت اخوك، ده انت وابويا عيال عم. يا بت ابن عمه يعني مش اخوه. افهمي يا بت، يعني عادي يعني لو اتجوزنا. ومن الاخر كده انا مش هسيبك ابدا وهتجوزك غصب عنك. فاحسن تعالي معايا برضاكي. حرام عليك يا عم لطفي، انت بتحلل الحرام؟ ده انت طلعت شيطان ماشي على الارض. على رأي المثل اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. منك لله يا مفتري، بقى عايز تتجوزني؟ ابدا، عمره ما هيحصل ابدا. احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي صفية. ابويا راح مني من 6 شهور ورحت عشت عند ابن عمه، واللي حصل لي جوه بيت ابن عم ابويا عمره ما كان يخطر لي على بال ابدا. جوه بيت كبير في الشرقية، كنت قاعدة في بيت أبويا وكان عندي في الوقت ده 20 سنة. وكنت عمالة أعيط بسبب إن أبويا راح مني وما بقاليش حد في الدنيا دي. بس لقيت الست علوية مرات عمدة البلد جت وقعدت جنبي وقالت لي: شدي حيلك يا صفية يا بنتي، كفاياكي عياط يا بنتي. أمال عايزاني أعمل إيه بس يا خالة علوية؟ أبويا راح خلاص وسابني لوحدي في الدنيا دي، ومليش ظهر اتسند عليه ولا حتى أخ يشني في حباب عينيه ويضلل عليا كمان. أنا خلاص تعبت وزهقت وما بقتش عارفة ألاقيها منين ولا منين. ما تقوليش كده يا بنتي، اخصى عليكي. أمال احنا رحنا فين بس؟ انت ناسية ان ابوك البلد كلها كانت بتحبه؟ ده ياما ساعد ناس يا بنتي. يا ريته ما راح يا خالة وكان فضل معايا يساعدني على حمل الدنيا دي. انا خلاص ما بقتش قادرة اتحمل اكتر من كده. وكنت رحت معاه مع اللي راحوا. بعد الشر عليكي يا بنتي، ما تقوليش كده. ده انا جايبالك شغلانة حلوة قوي وهتنفعك كمان. شغل ايه بس اللي انت بتقوليلي عليه ده؟ ده انا معيش ولا شهادة ولا حتى بعرف اخيط. يوه، وايه اللي جاب سيرة الخياطة بس؟ انا افتكرتك هتشغليني خياطة عشان معظم بنات البلد بيشتغلوا في الخياطة. اديكي قلتها بلسانك معظم بنات البلد، يعني يا اختي المشرحة مش ناقصة. اسمعيني كويس يا بت، انا جايبالك شغلانة حلوة قوي في بيت الحاج صالح اخويا. كان موصيني اشوف له بنت تخلي بالها من البيت وتعمل الاكل، ما انتي عارفة انه وحداني وعايش لوحده. يعني انتي عايزاني اشتغل خدامة في بيت اخوك يا مرات العمدة؟ وماله يا اختي لما تخدمي في بيت اخويا يا ست صفية؟ ايه، مش قد المقام ولا مش قد المقام؟ وانا قمت مرة واحدة وانا مستغربة طريقتها الغريبة معايا وقلت لها: الحكاية مش قد المقام ولا لا، الحكاية ان انا ازاي اشتغل خدامة في البيوت بعد ما كنت عايشة متستتة في بيت ابويا، اقوم الاقي نفسي خدامة في البيوت؟ بقى ده ينفع برضو يا مرات العمدة؟ وما ينفعش ليه بقى ان شاء الله؟ اوعي تكوني يا حبيبتي مفكرة نفسك هتعيشي هانم بعد ما ابوكي راح. لا، ده انت من النهاردة لازم تشتغلي وتعتمدي على نفسك، احسن منك تقعدي كده وكل واحد يجي ويديكي لقمة. لقمة يا مرات العمدة؟ هو حد قال لكم ان انا بشحت؟ بصي يا ست علوية، لما ابقى اجي لحد عندك تبقي في وقتها تقولي براحتك. والله وبقالك صوت وبقيتي تعرفي تتكلمي وترد عليا كمان يا صفية. استغفر الله العظيم، اللي يسمعك بتقولي كده يقول عليا ان انا بعلي صوتي او ببجح فيكي لا سمح الله. ما هو ده اللي ناقص كمان، ان انت تبجحي فيا وتعلي صوتك. بس هقول ايه؟ ما انت خلاص ابوكي اللي كان حاكمك راح يا حبيبتي. قصدك ايه يا خالة علوية؟ ان انا همشي على حل شعري يعني؟ وبعدين انا ما قلتلكيش اي حاجة عشان تكلميني بالطريقة دي. انا اتكلم واقول اللي انا عايزاه وانتي ما تفتحيش بقك ده خالص. على رأي المثل الدنيا تشقلب حالها. نورتي وانستي يا ست علوية، ومحدش يجيلك في اي حاجة وحشة ان شاء الله. وبصيت لعلوية بكل غيظ بعد ما فهمت مني ان انا بطردها من بيتي، ولقيتها قالت لي: ماشي يا صفية هانم، مردودة لك يا حبيبتي، كتر الف خيرك. ومشيت علوية، اما انا فقفلت باب البيت عليا وقعدت اعيط بسبب كل اللي حصل لي ده. وبعد ما عدى ساعتين لقيت الباب بيخبط عليا، ولما رحت فتحت الباب لقيت قدامي عم الحاج لطفي اللي عنده 50 سنة ويبقى ابن عم أبويا. وقلت له: أهلا يا عم اتفضل.
ودخل عم لطفي وقعد وقال لي: البقية في حياتك يا صفية يا بنتي، حياتك الباقية يا عمي، تحب أعمل لك قهوة؟ هو مين بس اللي نفسي في حاجة يا بنتي؟ اقعدي هنا جنبي، ده انت من ريحة الغالي. وقعدت وفضلت اعيط، ولقيته بيطبطب عليا وبيقولي: بس يا صفية يا بنتي، هوني على نفسك شوية، ده أنا مش عارف هعيش من غيره إزاي. كنت بتونس بيه، وهو اللي كان ماسك لي المخازن، وطول الوقت بستشيره في كل حاجة. بس هنقول إيه؟ أدي الله وأدي حكمته يا بنتي، ربنا يصبرنا ويرحمه يا بنتي. يا رب يا عمي، ربنا يسمع منك يا رب. إن شاء الله هيسمع مني، بس طمنيني عليكي الأول وقوليلي ناوية تعملي إيه وهتعيشي إزاي؟ والله يا عمي ما أنا عارفة، بس أنا بفكر إن أنا أبيع البيت ده وآخد أوضة صغيرة أعيش فيها، وببقية الفلوس أشتري كام قفص خضار كده وأبيع فيهم، أهو يجيبولي حق اللقمة. انتي بتقولي ايه يا صفية؟ بقى عايزة تشتغلي بياعة خضار بقى بعد ما كنت بنت عز؟ تقومي تقعدي وتبيعي في الشارع يا بنتي؟ أعمل إيه بس يا عم لطفي؟ ما هو لازم أشتغل عشان أقدر أعيش، وأنت عارف كويس أوي إن أنا معيش شهادة ولا أي حاجة، والبيع والشرا ده أسهل حاجة ليا. وبعدين الشغل مش عيب أبدا، مش أحسن ما أشتغل خدامة في بيوت كبارات البلد على رأي ناس ما قالوا كل شغل. وبصلي عم لطفي ولقيته قام مرة واحدة وهو متعصب وقال لي: وهو مين اللي قالك على الشغل في البيوت؟ ولا انت اللي عايزة تشتغلي خدامة عند ده وده يا بنت فتحي؟ اخصى عليك يا عم لطفي، بقى انا برضو عايزة اشتغل عند ده وده؟ انا عمري ما فكرت في كده ابدا. امال جبت حكاية الشغل في البيوت دي منين؟ دي الست علوية مرات العمدة هي اللي جت عندي هنا عشان تعزيني، وكانت عايزاني اشتغل خدامة في بيت اخوها الحاج صالح، بس انا رفضت لاني ما اقبلش اشتغل في البيوت. بقى بنت عزيز هي اللي قالت لك كده؟ ماشي يا علوية الزفت، حسابك معايا بعدين. اما انت يا صفية فخش لم هدومك دي وحاجتك كمان، عشان هتيجي معايا البيت بتاعي. وانا بصيت له بكل استغراب، وانا مش فاهمة هو عايز ايه بالظبط، وقلت له: اجي معاك بيتك ليه؟ ده انا لسه بقولك ان انا رفضت اشتغل عند الحاج صالح، بقى عايزني اجي واخدم عندك في بيتك؟ هو مين بس اللي جاب سيرة الخدمة يا صفية؟ يوه، أمال أنت عايزني أجي معاك بيتك ليه؟ عشان تعيشي معايا فيه. أنا مش هسيبك تعيشي لوحدك هنا أبدا بعد ما أبوكي راح. يلا ادخلي وهاتي هدومك من جوه. كتر ألف خيرك يا عمي، بس أنا مش عايزة أكون على أي حد. أنا زي ما قلتلك هبيع البيت ده وأشتري أوضة صغيرة، وأجيب ببقية الفلوس خضار وأبيعه، وبفلوس الخضار أمشي نفسي لحد ما ربنا يفرجها عليا. انتي أكيد مجنونة، أنا جاية أقولك تعيشي عندي تقومي تقوليلي الكلمتين الخايبين دول؟ اخصى عليكي يا صفية. ما تأخذنيش يعني يا عم لطفي، أنا مش عايزة أكون تقيلة على أي حد، خصوصا على الست كوثر مراتك. انت عارف كويس قوي ان هي مش بتحبني ابدا، ودايما منين ما تشوفني بتضايقني بكلامها، ولو رحت معاك البيت مش هخلص من كلامها ده ابدا، وهتبقى مش طايقاني في البيت، وهسبب لك مشاكل كتير معاها. ولقيت عم لطفي بصلي واتعصب جدا وقال لي: طيب يمين طلاق تلاتة، لا انت جاية معايا دلوقتي البيت، ولو كوثر فتحت بقها بنص كلمة انا اللي هسمعها الكلام ده، ومن غير كلام كتير يلا لمي هدومك دي وتعالي ورايا. انا مستنيكي في العربية برا، وخلي في علمك يا صفية انا عايز اخدك معايا عشان كلام الناس يا بنتي، ولو فضلت عايشة لوحدك هنا يا بنتي هيطلع عليكي كلام كتير قوي، واللي يسوى واللي ما يسواش مش هيرحمك ابدا يا بنتي. صدقيني انا عايزك عندي في البيت عشان محدش يقرب منك ابدا. وعلى العموم انا قاعد بره في العربية. وخرج عم لطفي، اما انا فما كنتش عارفة اعمل ايه، بس بعد ما فكرت في كلامه لقيت ان كلامه صح، فمشيت ولميت هدومي وخرجت وركبت مع العربية. وبعد نص ساعة كنت واقفة جوه بيته الكبير قصاد الست كوثر اللي عندها 40 سنة، وبصت لي بكل قرف وقالت لي: البقية في حياتك يا صفية، معلش بقى معرفتش اجي اعزيكي عشان كنت حاطة حنة على رجلي.
وكلامها كان مستفز جدًا، وكان باين إن هي مش طايقاني، وخصوصًا لمّا لقيتها بتقول لي: "بس المهم أنتِ جاية هنا ليه دلوقتي؟ إيه ناوية تكمّلي بقية العزا هنا والّا إيه؟" وقبل ما أرُد عليها لقيت عم لطفي دخل ووقف جنبي وقال لها: "صفية من النهارده هتعيش عندنا يا كوثر، هي ما لهاش أي حد غيرنا، وما تنسيش يا كوثر إن أنا أبقى عم أبوها، يعني في مقام فتحي الله يرحمه." وبان عليها الضيق بس دارته بسرعة بضحكة وقالت: "طول عمرك بتفهم في الأصول يا لطفي، ماشي خلّيها عندنا، أهي تساعد البت فوزية في ترويق وتنضيف البيت، ما أنت عارف بقى إن أنا بقى لي كام يوم كده بادوّر على شغّالة تساعد في البيت." وأنا بصّيت لها وأنا متضايقة منها، وخلاص جِبت آخري وقُلت لها: "بس أنا مش جاية هنا عشان أشتغل خدّامة عند حد." "ياه! أُمّال جاية ليه هنا يا قلبي؟ قولي لي عشان أنا مش فاهمة منِّك أي حاجة." "صفية هتعيش معانا هنا كواحدة من أصحاب البيت، وهتقعد في الأوضة اللي جنبنا على طول، يعني مش شغّالة ولا حتى خدّامة يا كوثر، هي زيّها زيّنا بالضبط، تؤمر وتطلب فهمتِ؟" وكوثر بان عليها الضيق وما كانتش طايقاني خالص، بس لقيتها قربت مني وضحكت وخدتني في حضنها وقالت: "بس كده مش تقول كده من الصبح يا لطفي، ده انت هتزودينا وتنورينا يا حبيبتي، كفايه قوي ان انت هتسليني بدل ما انا قاعده كل يوم لوحدي كده." ولقيتها بصت لعم لطفي وقالت له: "صفيه من النهارده زي بنتك يا لطفي بالظبط، وأنا في مقام أمها، ما إحنا برضه أهلها." طبعًا، طبعًا يا كوثر، ما ده عشمها فينا برضه. المهم بقى وصّلي صفية لحد أوضتها على ما أروح مشوار كده وأرجع بسرعة عشان نتعشى كلنا مع بعض. ومشي عم لطفي، أمّا بقى كوثر فلقيتها بصّت لي بكل برود وقالت لي: "عايزة أقول لِك على حاجة يا صفية، أنا هنا الكل في الكل يا حبيبتي، أنا سِت البيت ده وما فيش حاجة هتحصل فيه من غير موافقتي، وبما إنِّك بقى هتقعدي معانا في البيت فلازم تعرفي إن أنتِ قبل ما تخطّي برّه عتبة البيت ده لازم أعرف أنتِ رايحة فين وهترجعي إمتى وهتشاركي معانا في شغل البيت ده." ها قُلتِ إيه يا صفية؟ وأنا بصّيت لها وأنا كنت عارفة إن هي بتتلكك عشان تمشّيني من البيت، بس أنا ما كانش عندي حل غير إن أنا أوافق على كل كلامها وأوامرها، وقُلت لها: "حاضر يا خالة كوثر، موافقة على كل كلامِك، في حاجة تانية عايزة تقوليها لي؟" "لأ يا أختي، لمّا أعوز حاجة تانية هابقى أقول لِك عليها على طول." "طيب أنا كنت عايزة أنام شوية، ممكن تورّيني الأوضة اللي قال عليها عم لطفي؟" وأنا لقيت كوثر قعدت وحطت رجل على رجل وقالت لي بكل برود: "اطلعي لوحدِك يا حبيبتي، هتلاقي تاني أوضة في الدور اللي فوق، ادخليها وهتبقى دي أوضتِك على طول، أنا مش قادرة أطلع أورّيكِ أي حاجة، ويا ريت تصحي بكرة بسرعة عشان في شوية حاجات كده في الجنينة عايزة أغيّر مكانها، عايزاكِ تساعديني فيها يا صفية." "حاضر، عن إذنِك يا ست كوثر." ومشيت وطلعت ودخلت الأوضة ونمت على طول وأنا عمّالة أعيّط وقلقانة من الأيام اللي هاعيشها جوّه بيت عم لطفي، وأنا نمت على طول وقُمت قُرب الساعة 6:00 وأنا مخضوضة بسبب المَيّة اللي بتتكب فوقيّا، وأول ما صحيت لقيت الست كوثر ماسكة كوباية المَيّة في إيديها وبتقول لي: "ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس ما خلصتش حكايتنا، ولو أول مرة تشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما أنزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول، وأشوفكم في الجزء التاني إن شاء الله."